لا لا خذيت الورقه اللي حاجتها تشوف الشيك فولون صحته تو. طلبنا منه حاجة عادية جدا، ورقة صحتها أمي أعطينا نشوفوها، فيها شي حاجة هذي؟ لو كان الأمور سليمة والعملية سليمة ما هو يمدلك الشيك فولون متاعك من حقك. لاحظوا مليح رد الفعل متاعه وهيجانه والإرباك اللي صار له. هاتوا سمح شوف. لا 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 أنا ولد نحب نشوفه. لا لا فلوسها صافا اعطينا نشوف الشيك فولون. يعيش خويا الشيك فولون. لا من غير ما تعيط الشيك فولون نحب نشوفوه. ما هو قال شوفوا، المفروض يمد الشيك فولون بعد الممانعة هذيك الكل. شوفوه ترى باش يمد الشيك فولون والا لا. عايش خويا يا ولدي اعطيني الشيك فولون تاعي. ايش يهمك في جد والديهم قداش؟ ما قلت مريقل بكري، ما مريقلين امورهم واضحه. اعطيني شيك فولون. يهديك ما تشوف شيء. هو علاش مستميت ومتمسك باسترجاع المبلغ المالي اللي عند امي اللي هو 800 دينار باش يزلق فيه المبلغ اللي سرقه. هذا حرمناه منه وما خليناهش، ما عطيناش حبل النجاة نتاعو. لكن حتى لو نجح انه يزلق المبلغ اللي سرقه تبقى ديما التساؤل، هي طلبت 800 علاش انت عطيتها اكثر من 800؟ لا ما تعيطش. الشيك فولون نحب نشوفه. أعطيني في نهاية الأمر رضخ وأعطاني الشيك فولون اللي ما فيهش 800 كما طلبت أمي وإنما فيه 832 دينار. إذا إشكالية توا ولات الشيك فولون فيه 832 مخالف لطلبته أمي، برا نقولوا طلبت 832 علاش خذات 800 دينار أكاهو. فلوسها هي. يا أخي شنية الفلوس هذية؟ أخي مش عطيتها منذ قليل فلوسها وقلت لها مريقل وكنا ماشيين؟ يا أخي باش تقعد ترشق علينا في الفلوس؟ وكيفاش عرفت أنه ناقص 32؟ تو أنت عندك شوية حبيت تسترجع الفلوس اللي عطيتهم لها خاطر عندك قناعة أنه ثم غلطة، حبيت تسترجع الفلوس وتعاود تعمل حساباتك باش تعرف الفرق. فجأة من غير ما تسترجع الفلوس عرفت أنه ناقصها 32 دينار بالضبط. يعطيك الصح. الفلوس هذوكم خبيهم عنده، كان ناوي يحطهم في جيبه، ولكن لما نحن شدينا صحيح في الشيك فولون حب يسترجع المبلغ اللي سلمه باش يخبي بين طياته 32 دينار يزلقهم مع 800 ويرجعهم لك هاكا. ولا ثم تطابق ما بين محتوى الشيك فولون وما تسلمته أمي. فلوسها هي توا حاجه ما نعرفش معاها. هي هاو فلوسي حاجه شي فولون قعدوا توا فلوس توا قعدوا فلوس توا قعدوا. ايوا سامحني اسمع هو انا خليت له فلوسها 8 صح. علاش 832 مكتوبه؟ اي 832 اي مش خليونا شي فولون. مش لا خليو هي طلبت 800 سحبت لها 800. انا نعطيوها شي فولون تاعها خويا. طبعا شيف داجونس. انا متاكد ان المجرم هذايا متعود على الجريمه نتاعو منذ 2007. تاريخ وفاه والدي الله يرحمه وقت اللي ولات امي تاخذ في الشهريه نتاع بابا. انا عندي اكستري كان نتاع عامين التالي كهو، لكن باش نرجع للبوسطه ونستخرج اكستري ما نعرفش كان يعطيوني 10 سنين 20 سنه باش نزيد نتاكد. اما مبدئيا قدامنا نتاع 2024 و 2025. شوف هوني ومتاكد راهو هوني ثم كولون اخرى على اليسار، عمود اخر على اليسار فيه المركز البريد. انا تاكدت انه هذو من نفس المركز البريد المعني بالامر. ما نجمش نوريكم غادي باش ما نشوهش مركز البريد وما ندخلش تحت طائله المتابعه القضائيه. انا قلت احد مراكز البريد في ولايه بن عروس. اذا في نفس مركز البريد هذايا وعلى الارجح نفس الموظف. شوف امي معناتها عمرها حاليا 87 سنه، ارجع عامين التالي يعني 85 سنه، تمشي وتطالب بسحب قداش 967 دينار. هذيك على الاقل 67 دينار في كرشو. هذا اذا مش امي طلبت 500 وسحب هو 967. على الاقل 67 دينار في كرشو، على الاقل 57 دينار في كرشو،
على الأقل 67 دينار في كرش، وعلى الأقل 67 دينار في كرش، وعلى الأقل 40 دينار. احتمال كبير تكون أمي طلبت 900 كهو مثلا، وهو يقوم يخرج 1,040,000، يحط 140 دينار في كرشه، على الأقل 37 دينار في كرشه. راي أمي ما تخرج كان مضاعفات 100 دي ملتيبل 200، 800 900 1,500,000 2 ملايين. شنو هذه شنو 1,037,000، هذا كل على الأقل 37 دينار في كرشه، هذه على الأقل 44 دينار في كرشه، على الأقل 43 دينار في كرشه، وقيد على الشيف الرام الله يهلكوا. الجريمة هذه التحايل على أموال الحرفاء والاستيلاء على أموال الحرفاء لو يعملها مع 10 حرفاء فقط يوميا ويواظب على ذلك عام كامل، تأكدوا أنه يجمع أكثر من 100 مليون. إيه نعم، بعد مرور سنة واحدة يجمع أكثر من 100 مليون. إلى جميع المواطنين، ما تصححش على مطبوعة فارغة ما فيهاش المبلغ، اكتب المبلغ بيديك ولا هز واحد من أقاربك يكتب المبلغ ومن بعد صحح. 2، إلى جميع المواطنين، اعملوا ديزيكستري باش تقارنوا المبلغ اللي سحبتوه انتوما وتنقلتوه للبوسطة باش تسحبوه وتقارنوه بالشيء المكتوب. 3، إلى تفقد العامل البريد التونسي، الرجاء تدخل سريعا لإيقاف هذا المجرم السارق اللص الحقير الذي يشوه أعوان البريد الذين يمثل الشرفاء من بينهم 99.99% والذين يقدمون خدمات جليلة جدا للمواطنين، للأرامل، للمتقاعدين، للطلبة، للتلامذة وعن عودة مدرسية، وباش تكون عليهم أعباء كبيرة جدا. نحن نحييهم جميعا ونشد على أيديهم، ولكن هذه القلة القليلة من المفسدين يجب التصدي لهم في أسرع وقت.